كان في ولد اسمه عمرو طيب وذكي وبيحب يلعب مع صحابه، وبالذات أحمد صاحبه في المدرسة والنادي. بس كان بيحب أحمد قوي قوي لدرجة إنه بيقلده في كل حاجة بيعملها أو يقولها. لو أحمد جاب مقلمة جديدة تاني يوم عمرو يجيب زيها، لو أحمد قال نكتة عمرو يقولها بعدها بدقيقة، ولو أحمد عمل قصة شعر جديدة تاني يوم تلاقي عمرو بيحاول يقلدها. ومرة في حصة الرسم في المدرسة ميس ياسمين قالت: يا ولاد النهاردة مفيش موضوع ثابت، كل واحد يرسم اللي يجي في دماغه. أحمد مسك القلم والألوان ورسم ملعب كورة كبير فيه جول وكورة بيشوطها. ومين كان قاعد جنبه؟ عمرو رسم نفس الرسمة تقريبا بنفس التفاصيل، حتى نفس لون الكورة. ولما كل واحد قال رسم ايه، كل الولاد استغربوا ان عمرو قلد احمد بالظبط. احمد بصله باستغراب وسكت، وحس ان عمرو مش بيفكر خالص، بيعمل زيه طول الوقت. احمد ما قالش حاجة لعمرو، بس هو اتضايق من جواه.